صباح الخير او مساء الخير حسب تسمعوني امتى. النهارده فيديو مهم جدا جدا لناس اللي بره الكليه اللي بياخدوا كورسات وعايزين يتخصصوا في جرافيك عامه، والناس في الكليه اللي زي حالاتي وما كانوش يعرفوا المعلومات دي. انا لسه عارفه المعلومات دي من قريب جدا، فتابعوا الفيديو ده لاخر ثانيه فيه، لاني حاطه فيه كم معلومات رهيبه وبجد هتفرق معاكم جدا، بالذات ناس اللي بتحب اصلا قسم جرافيك، لان محدش يعرف المعلومات دي غير اللي دارس قوي واللي شاف كتير قوي. في مشكله كبيره بتقابل للناس ان هي بتبقى فاكره ان الجرافيك ده او مصمم الجرافيك ده بيبقى عباره عن واحد بيدخل على الفوتوشوب يعمل تصاميم للسوشيال ميديا بس. دي كل معلوماته معانا، وده انا كنت قايلها في فيديو الاشاعات اللي طالعه على قسم جرافيك. لكن اكتشفت ان قسم جرافيك فيه كميه اقسام تقدروا تتخصصوا فيها مع نفسكم، بس هي بتتقدم لنا في كليات على اساس ان هي مواد، لكن هي ده تخصص ناس بره بيشتغلوها بس ما بيشتغلوش حاجه تانية. فهبدا بالحاجات اللي ممكن يكون في شويه عارفينها، وهختم بالحاجات اللي محدش يعتبر يعرفها غير قليل جدا اللي شاف الناس اللي بتدرس بره بيدرسوا ايه وبيتخصصوا كشغل في ايه. الحاجات اللي احنا عارفينها البيزكس هقولها، وهقول ازاي بيتعمل، لان انا عايزه الفيديو ده يبقى شامل ما فيهوش حاجه ناقصه، عشان لو في حد ما يعرفش فان شاء الله اللي يعرف الحاجات دي هيستفاد برضو، لاني هحط شويه معلومات حلوين وصور حلوه تفيد الناس اللي عارفينها، وهحط الحاجات اللي الناس ما تعرفهاش اصلا وما تعرفش هي بتتعمل ازاي. نحاول نفيد الناس كلها على قد ما نقدر. يعني اول حاجه هي طبعا اللوجوهات. اللوجوهات دي من اكتر الحاجات اللي كل الناس عارفين ان هي تخصص المصممين الجرافيك. اللوجوهات بقى سواء اللوجوهات العالميه اللي احنا بنشوفها بتاعت ماك وكنتاكي واي براند عالمي بتاع اديداس نايك، اي حاجه حرفيا بيبقى ليها لوجو لازم مميز، لازم يبقى الوانه مناسبه للحاجه اللي احنا بنتكلم فيها. كل الحاجات دي كلها لازم ايا كان انت بتعمل ايه لازم يبقى ليك لوجو، ايا كان البراند ايا كان المحل اللي انت بتفتحه حتى لازم تبقى عامل له لوجو. ده تخصص طبعا للجرافيك. تاني حاجه وهي طبعا البوسترات. البوسترات بقى بيبقى ليها انواع كتير قوي، وده كل واحد ليه تخصص، كل واحد ممكن تشتغل فيه لوحده. بس طبعا البوسترات بتبقى لما اكتر، يعني ممكن تشتغل كلهم مع بعض، بس في ناس بره بتشتغل في حاجه واحده بس من كل ده. البوسترات في منها اوت دور واندور. يعني ايه؟ يعني في بوسترات بتتعمل بره، يعني بره مثلا على الدايري على المحور بتلاقوا دايما البنرات بتاعت دلوقتي المسلسلات زيطه، وكل ما نهب ودب عامل مسلسل بيعرف. فالبنر دي بجد بتبقى كبيره جدا، ودي اكتر بتبقى حد متخصص في اول دور، لان هي بتبقى ليها مقاسات معينه، ليها ريزولوشن معين عشان الحاجات دي ما تبكسلش، لان لو بكسلت البنرات دي اللي بتتعمل اللي هي الاول دور بتبقى بملايين الملايين، فلو غلطه فيها الدنيا بتبوظ، حرفيا بتبوظ، فالغلطه فيها بفوره. في بقى اللي هي بتبقى اندور، اللي هو سواء في مكان داخلي مثلا، في ايفنتات، في حاجات، في اي محل بتلاقوا حاجات محطوطه بوسترات صغننه كده بتتعمل. في بقى كمان المجلات، المجازين، اللي هو الحاجات المجلات دي بتبقى عباره عن بوسترز اصلا بس متقسمه. يعني اللي بيعملها بيبقى متخصص شويه في الانديزاين، البرنامج بتاع الانديزاين، وبجد بتفرق جدا معاه، لان هي بتبقى تصميمها غير الاوت دور. الفونت بيختلف، الالوان بتاعه الفونت بتختلف، المساحات، في حاجات كتير قوي بتختلف، فكل واحد وليه تخصص. لازم تبقى عارف كل الحاجات دي، بس لما تيجي تعملها لازم تبقى عارف كويس قوي انت بتعمل ايه، لان لو انت مثلا عملت فونت كبير قوي في مجله ده حاجه مش صح، لان انت المجله بيبقى فيها معلومات اكتر مثلا من الاوت دور. الاوت دور انا هي حوالي 4 ثواني 5 ثواني والاعلان بيختفي، فلازم المعلومه اللي انا عايزه اوصلها لك توصل لك ده سريعا. يعني من امنيات حياتي ان انا اقعد اعمل كل حاجه فيديو، بس مش عارفه ايه اللي موقفني. ببقى خايفه ان محدش يستفاد، او ببقى خايفه ان حاسه يعني مثلا ممكن حد ما بيبقاش فاهم انا بتكلم في ايه. فقولوا لي في الكومنتات رايكم برضه، ودوسوا بالسبسكرايب. انا مش عارفه انتوا بتتفرجوا على الفيديوهات وما بتعملوش سبسكرايب ليه؟ خلينا قاعدين مع بعضينا مع اسره باباجينا يعني. اعملوا سبسكرايب ولايك على الفيديو ده، واي كومنت عامه انا هرد عليه، معروف ان انا برد على كل الكومنتات والمسجات. مش متابعين على الانستجرام والفيسبوك يدخل يتابع. طيب خلصنا بقى البوسترز وبتاع والحاجات دي كلها. طيب ايه تاني ممكن ادرسه بقى؟ البراندنج بقى بتاع الحاجه. يعني انت مثلا لما بتلاقي مثلا بتدخل مثلا اي محل بمناسبه العيد بقى كحك وبتاع ومش عارفه ايه، بتلاقي الباكج بتاعتها، العلبه اللي معمول فيها، الاكياس بتاعتها مطبوع عليها، الكوبايات، في فلاشات، في سيديهات، في تيشيرتات، في حاجات كتير قوي كده. حاجه اسمها براندنج، ان انت بتعمل البراند ده كل حاجه تخصه.
يعني انا لو بعمل مثلا على المكتبه هبقى عايزه اعمل مثلا شكل الغلاف بتاع النوته، هبقى عايزه اعمل كوبايات، هبقى عايزه اعمل تيشيرتات للناس اللي شغاله جوه، هبقى عايزه اعمل حاجات كتير قوي تخص البراند، حاجات تبقى كلها نفس اللوجو بنفس الالوان بنفس كل حاجه، عشان كله يبقى فيه وحده كده، ما تدخلش مثلا في اي حته هتلاقيها ما فيش. يعني الناس اللي هو البراندات العالميه يعني، او البراندات اللي في مصر على فكره ومتكلفه، بتلاقوا انه ايا كان لازم اليونيفورم واحد، لازم الباكج واحده. ماك لو انت فتحت اي بوكس لازم تلاقي ان البوكس واحده بتاعت الفرايز دي كلنا عارفينها. هي دي التصميمات اللي احنا بنعملها. ده البراندنج، ده حد بيبقى متخصص براندنج. في حد بقى بياخد البراندنج ده ويطبعه. الطباعه دي يا جماعه انا كنتش عارفه عنها اي حاجه، والحمد لله الحمد لله ربنا رزقني بكذا حاجه خلتني انزل مطابع، وخلتني اشوف دنيا بجد، دنيا غريبه عني، حاجات بتتعمل مقصات، حاجات انا ما كنتش اعرفها. عشان تتخيلوا معايا اي براند بيعمل بوكسات، بيعمل شنط، بيعمل اي حاجه، منيوهات، بيعمل حرفيا اي حاجه ممكن تتخيلوها دلوقتي قدامكم هي مطبوعه، صح؟ احنا ما بناخدش بالنا من ده. الطباعه دي بقى سواء بقى طباعه على منسوجات، سواء طباعه على شنط وكوبايات واقلام وحاجات دي كلها، دي اولا على فكره فلوسها حلوه جدا جدا يعني. وتاني حاجه بتبقى بس ان انت بتعرف تعمل حاجه اسمها سكينه. السكينه دي اللي هو الشكل بتاع البوكس ازاي هيتقفل، وانتوا لما حد جرب وهو صغير مثلا فتح البوكس اللي جاي فيه اي حاجه وقعد يفتحه كده، فبيلاقي حتت صغيره كده متنيه ومش عارفه ايه، هو دي السكينه اللي احنا بنفرد عليها التصميم. دي حد بيبقى متخصص جدا بيعملها، لان اي غلطه فيها بتبقى برضو بفوره، وانت مثلا مش بتطبع 1000 ولا 2000، ده بتطبع ممكن 10000 و20000 نسخه، فما ينفعش غلطه حرفيا يعني. فالطباعه دي مجالها واسع جدا، ففيش حد بيبقى عايز يدخل طباعه او يبقى في يعني في مجال الطباعه وهو مش عارف ان هو يعني مصممين الجرافيك مش عارفين ان هو ممكن يدخلوا في المجال ده جدا. حاجه كمان اللي كله شغالها دلوقتي يعتبر السوشيال ميديا، ان انت اللي تعمل البوستات بتاعتها وتعملها بطريقه كرييتيف. انتوا اكيد هتبقوا شايفين مثلا المطاعم المشهوره دلوقتي هتلاقوها عاملينها على شكل فيل، عاملينها على شكل في القاهره اطباق طايره مش عارفه ايه. كرياتيفيتي عليت جدا على فكره في البوستات، ودي حاجه مش وحشه خالص، دي حاجه حلوه ان انت تبدا تعمل التصميم اللي قدامك ده تبدا تخليه كرياتيف ويشد العين. احنا كل الهدف من جرافيك عامه انت تشد البني ادم اللي قدامك، تجذب البني ادم اللي قدامك انه يشوف شغلك. حاجه كمان وهي طبعا التصوير ده مجالاته بقى واسعه جدا. مش لازم تبقى عشان مصمم جرافيك تصور على فكره، بس ده بسكه بندخل لها. انا بشتغل مصوره من زمان جدا، و المجال ده ساعدني جدا، ما كنتش متخيله. انا بصور من قبل ما ادخل الكليه، ساعدني جدا جدا بالوانه بالاسس بتاعته بالنسب الذهبيه بالحاجات دي كلها في التكوين، ساعدتني جدا. وفي ناس على فكره في التصوير بيتخصصوا تصوير بس، وفي ناس بيتخصصوا ايديتنج، يعني ياخدوا منك الصور يعمل لهم ايديت. في ناس مثلا في التصوير بيعملوا فود ستايلينج، يعني انا عندي في شغلي بعمل كل ده. بس هي في الحياة بتبقى مفروض يعني في الشغل في مثلا في الشركات الكبيرة بيبقى كل واحد ليه حاجة. الفود ستايلينج ده بيعمل ستايل الأكل، هو مش دايما كنت تشوفوا اللي هو في التريكس دي اللي هي ايه، يدهن الايس كريم ما بيبقاش ايس كريم، والزيت ما بيبقاش زيت، والفرخة بتبقى مدهونة والحاجات دي. هو ده شغلته، انه يطلع المنتج شكله حلو جدا عشان يتصور بأحلى شكل، علشان يتعملوا دعاية فالناس كلها تروح تشتريه. فاهمين اقصد ايه؟ في ناس بتتخصص كاركترز بس، ناس تعمل شخصيات، الناس دي شخصيات لكتب، شخصيات تتحرك بعد كده للي هي الحاجات بتاعه الكوميكس الصغننه، شخصيات لمثلا مجله كرتون. في ناس بتتخصص بتشتغل على الاستريتور وبتخصص جدا في الحته دي. في ناس بتشتغل انيميشن، بتاخد بقى الكاركترات دي تحولها لحركه او عامه تصميم وتحركه. الانيميشن ده في الافتر افكت مثلا بياخدوا يحرك الحاجات دي كلها زي الافلام الكرتون والحاجات دي كلها. في ممكن 3D دلوقتي بقى انتشر جدا ان انت تعمل مجسمات من الحاجه، يعني تعمل مثلا الكام بتاعت البيبسي انت اللي تعملها، تعمل اعلان 3D اصلا. يعني ممكن اعلان كامل يتعمل من غير ما يتصور اصلا، هو انت بتعمله على برنامج زي 3D بلندر وبرامج اللي ليها علاقه بالسينماتيك شويه. ده مجال وده ناس بتتخصص فيه جدا. حاجه ما كنتش اعرفها خالص خالص، وهي ان في حاجه اسمها شغلانه للساينس سيستم. يعني ايه ساينس سيستم؟ السنه دي احنا واخدينها في كل الترم حرفيا. هي عباره عن لوجوهات بس مصغره، لما بتدخل اي مول بتلاقي مثلا ادخل يمين ادخل شمال، في باركنج، في مسجد، في حمامات،
في مثلا هنا حديقه، هنا المكان الفلاني، هنا لو انت مثلا في متحف، هنا القاعه الفلانيه، هنا الحته الفلانيه. الحاجات دي كلها ده حد بيدخل يعمل ساينس سيستم، وفلوسها حلوه جدا. ان انت تعمل السيستم، الاشكال بتاعت الساينس سيستم دي، وبطريقه كرييتيف، ما تبقاش كلها بقى الحاجات بيزكس. لا، دي دلوقتي بقى فيها تطورات، وفيها الوان، وبتدخل الوان من هنا وتطلع الوان من هنا، والاضاءه بتبقى عامله ازاي فيها، الخامه بتاعتها بتبقى اكريليك، خشب، ايه الماتيريال اللي انت مستخدمها. في ناس بتعمل ساينس سيستم المبني على فكره الاضاءه بتاعت الشمس اصلا. ليله كبيره قوي كده سعادتك. في حاجه كمان اكتشفتها مؤخرا، هي ان في مهنه للستوري بورد. يعني ايه ستوري بورد؟ او اللي هو بيبقى ستوري تيلينج، ان انت بتحكي قصه عن طريق رسم. الرسم ده زي مثلا لما بتتفرج على اي فيلم، اي مسلسل، اي حاجه، بتلاقي فيه مشاهد، المشاهد دي بتترسم. اي اعلان، الاعلان ده بيبقى قبل مرحله التنفيذ، لازم ستوري بورد علشان تفهم المخرج المشهد ده بيتصور ازاي، بأني زاويه، بأني كادر. ده شغلانه في اي شركه بيعمل ستوري بورد، بس سواء لاعلان، سواء لمنتج، سواء لو انت بتصور برودكت اصلا، حتى بتصمم له الحركه بتاعته عامله ازاي. فده مجال واسع جدا، احنا ما كناش نعرف عنه اي حاجه. ولما بدانا ندرسه انا حبيته جدا على فكره. ان انت بتحكي قصه، عارفين انت بتحكي قصه في حوالي مثلا 10 20 ستوري بورد، حسب بقى الاعداد يعني. ترسم المشهد كله على بعضه. هحاول احط لكم صور يعني. وحقيقي حقيقي في مجالات تانية كتير قوي غير اللي انا قلتها، بس يعني ده اللي لحد دلوقتي اقدر اقولها لكم، ان انتوا ممكن تفوكس شويه عليها، غير اللي انتوا تعملوا سوشيال ومش عارفه ايه. في مجال واسع قوي يا جماعه بجد، جربوا. انا ما بقولكوش اشتغلوا فيها، بس جربوا يعني، جربوا تشوفوا الحاجات دي عباره عن ايه. بتمنى الفيديو ده يوصل لاكبر عدد، لان بجد الفيديو ده انا تعبانه فيه قوي، وتعبانه في الماتيريال بتاعته كتير جدا. ف شير بقى على قد ما تقدروا. لو حد ما بيشوفنيش زي ما قلت لكم، لايك وسبسكرايب حلوه كده. واي استفسار في الكومنتات انا معاكم، عشان في ناس بتبقى عايزه توصل لي. انا حاطه في كل حاجه الاكونتات بتاعتي في الديسكربشن بوكس تحت. ادخلوا كلموني في اي وقت، وانا بنزل اصلا ماتيريال كتير قوي عليها، فهتلاقوا في ماتيريال كتير قوي نازله ان شاء الله على انستجرام بالذات الفتره الجايه كتير قوي. واي ماتيريال انا نزلتها النهارده هنزلها برده هناك. بس اشوفكم فيديوهات جايه ان شاء الله كتير قوي قوي.